كاليفورنيا الامريكيه في محل السيارات هذا اللي هو ببساطه محل بيع قطع غيار، وزي ما شايفين بتصير جوجل ماب المحل مليان بسيارات الشاليح، واللي ملاك المحل المجانين قلبوا المكان بساحه درفت. إذا في أحد منكم يتفرج هذا المقطع اللي نزلته قبل فترة اللي ببساطة تكلمت فيه عن أسطول السيارات اللي عند الشيخ الإماراتي حمد بن حمدان، الشيخ عنده أيضا هذه السيارة العريضة اللي هي عبارة عن سيارتين سوزوكي من هذا الموديل لاصقين على بعض، وهذه ما هي السيارة الوحيدة بهذا التعديل. عنده أيضا هذا الجيب اللي عليه نفس التعديل. أنت بس تخيل تكون ماشي بالشارع وتشوف هذا الشيء قدامك. ايش هي افضل طريقه تخلي فيها سيارتك تطير ومن دون اي تكاليف؟ راعي هذه السياره الحمراء عنده هذا الجواب بالذات، واللي هو هذا الشيء. انتم على وشك رؤية شيء فعليا ما قد شفتوا زيه. هذا السيلفيا اس 14 اللي عليها كواد تيربو سيت اب ومحرك نفاث موجود ورا السيارة عشان يعطيها داون فورس وثبات، اللي هو تقريبا شيء منطقي نظرا من كمية الأجنحة اللي يمكن تخليها تطير. أنا ماني معجب كبير لسيارات الدفع الرباعي أو الأوفرود، لكن لو خيروني بين كل السيارات اللي موجودة بالسوق حاليا فبالتأكيد راح آخذ الدوج رام تي ار اكس يا حبيبي، وما يحتاج أقول لكم ليش. طالعوا كيف شكلها، أنا بس أتخيل نفسي أسوقها في ساحة فاضية وأفل أمها زي هنا. قبل 8 سنوات مرسيدس سوت حفل اطلاق لواحده من سياراتهم، وايضا في هذا الحفل جابوا سائقين محترفين عشان يسووا هذه المناورات، لكن في واحد منهم جاب العيد في المره الثانيه وهذا اللي صار. استعد عشان تمسك راسك، لان الشيء اللي شويه وتشوفه بيخليك تسوي هذا الشيء لا اراديا. هذا الشخص اللي قاعد يسوق دبابه اسمه سوزوكي هايبوزا رفع على عجله وعشق 3 نمرات، هذا كله وهو ماشي 200 كيلومتر بالساعه. هذا شرطي كان داعس وكان في مطب عند التقاطع وهذا الشيء صار. 4 تربوات على ماكينة واحدة، شيء مجنون. لكن شيكولي على هذه الدراجستر اللي عليها ماكينة روتري واللي عندها 4 تربوات أيضا ومع داخلية بهذا الشكل. الكل يتكلم عن زحمة الرياض، لكني ما شفت أي حد يتكلم عن زحمة فيتنام. للي ما يعرف، هذا شكل شوارع فيتنام في الأيام العادية، وإذا جاء يوم وتحتاج إنك تقطع هذا الشارع فعليا اللي عليك هو تمشي بهذا الشكل وما حد بيخش عليك. شايفين الطيارات هذه اللي كانوا يستعملوها في الحرب العالمية الأولى والعشرينيات؟ هذا النوع من الطيارات الحربية عليها محركات يسموها بالراديال انجن اللي يجي دائري وبهذا الشكل، وفيه هذول الناس اللي قرروا يحطوها على دباب وهذه كانت النتيجة. اعتقد اي احد لو شاف هذا المقطع بيقدر يميز الشيء الغلط من اول ثانيتين، ماني عارف حتى كيف شيء زي كذا يمكن يصير. في هذه اللفة بكورس الرالي هذا واللي حرفيا كل سيارة تعدي منها لازم يصير حادث. طبعا يا اخوان انا داري انه هذا الفيديو مصور بمايكرويف، وهذا لانه نزل قبل 16 سنة فانا مالي دخل.
الطيارات زمان قبل 100 سنة كانوا يستعملوا محركات احتراق داخلي، او يعني ببساطة نفس نوعية محركات السيارات بزماننا الحالي، لكن مع التطور صاروا يستعملوا محركات توربينية، وهذه صارت موجودة في كل الطيارات. وهذه اللي حيصير لو حطينا هذه المحركات بسيارة. راعي هذه البورش شال الماكينة اللي عليها وحط بدالها محرك نفاث. الفرق الرئيسي انه الان صار صوتها كأنها طيارة. هذا اليوتيوبر صنع اسرع سله زباله في العالم. يب سمعتوني صح، والسله قطعت سرعه 62 ميل في الساعه في سباق الربع ميل وفي حلبة دراج. انا ما ادري عنكم لكني ماني متاكد اذا المفروض الواحد يفرح عشان يحصل لقب صاحب اسرع سله مهملات في العالم، لكن على اي حال يظل انجاز. Let's do it. ما تهم ماركة السيارة لأنه العمر يأثر عليها كلها. الراعي الفراري F50 هذه اللي بالمناسبة قيمتها 5.5 مليون دولار، لسبب ما السلف ما صار يشتغل، وراعي السيارة سأل مجموعة من الناس عشان يضيفوها ويشغلوها. أنا للآن ماني قادر أستوعب إنه في ناس ما تفرق بين دعسة البنزين والفرامل. التفسير المنطقي إنه راعي السيارة دعس بنزين من الفجعة. أنا أرشح هذه الأم كأكثر أم شاطحة لسنة 2024. للي ما فهم السالفة، الولد هذا اللي قاعد أصور أعطى أمه سيارته اللي هي موستنج وقال لها دندني وسوت هذا الشيء. في بعض حلبات السباق عندها هذه الاشياء، وظيفتها الاساسيه انها تمنع سائقين السباق انهم يتعدوا خطوط الحلبه بارتفاعها الخفيف عن الارضيه. المشكله الوحيده انه ضررها اكثر من نفعها، زي ما نشوف في هذه اللقطات. Single seat. Yeah, so watch it. There we go. Big impact. Show you what happened to Alex Peroni. Oh my goodness me. انا ماني متاكد اذا انه في هذه اللقطه حظ ولا راعي السياره طاره وقدر يتعامل مع الموقف. انتم اعطونا رايكم. مين برأيكم أهم؟ إنقاذ حياة كلب أو تجنب حادث ال5 سيارات؟ ويمكن توصل لإصابات خطيرة لهم. إذا كانت إجابتك أول خيار فهذا الخيار يمكن يكون شيء زي كذا. وبس. وكالعادة حقيقي شكرا على المشاهدة. جميع روابط المقاطع موجودة تحت بالدسكريبشن للي حابب يشيك. وبس سلامتكم.